احنا اليوم على ضفاف نهر الليطاني، تحت منطقة الخربة وعين زبدة وصلبين. من المؤسف انه في موضوع تعالج تقريبا من سنتين مع مصلحة مياه البقاع، يلي هو موضوع الصرف الصحي يلي عم ينتج عن بعض المحطات اللي موجودة وقريبة من هيدي الكرة. هيدي المحطات خلال هالسنتين اللي قبل سبقوا تم لحتى معالجة الصرف الصحي لحتى ما يتكدس وما يعطي هالروايح، ويتم معالجته قبل وصوله للمياه. للأسف هيدي السنة يمكن بهدف استغلال وضع الحرب أو استغلال أي شيء أو إدارة جديدة غير منتجة، لأن صار في تعيينات جديدة. للأسف بنحب نوجه له للمدير المصلحة الجديد انه الصرف الصحي يلي هلا موجود تحت بلدات الخربة وعين زبدة وصلبين غير معالج، ولا كأنه مارق على محطات صرف صحي، ولا كأنه انصرف عليه أموال، ولا تم معالجته. فاليوم عم ترجع هيدي الروايح لتنبعث، كل ما تقدمنا بفصل الصيف رح تنبعث الروايح اكثر، للاسف تشويه البيئه وتشويه كل هالامور. انا اليوم قمت بدوري بالاتصال بمعالي وزيره البيئه، كنت حكيها من يومين على انه يتاخذ عينات لحتى نشوف هيدي الامور ليه منا معالجه، ليش انقفلت دغري بالنهر، ومنين متأدية لمتابعه هذا الملف ومتابعه كل شخص غلط بهذا الموضوع.